هو هذه المسيرة رقم 20 في العاصمة، وجبهة الخلاص الوطني دأبت أنها تلتقي مع جمهورها ومع مناهضي الانقلاب أينما كانوا. ذهبنا هذا في العاصمة، لكن كذلك ذهبنا إلى الجهات، مشينا لقابس، مشينا لسوسة، مشينا للركاب لسيدي بوزيد، مشينا كذلك للكاف، وما زالت عندنا لقاءات مع جمهور جبهة الخلاص في كل ربوع الجمهورية. اليوم الشعارات اليوم اللي ترفعت طبعا هي تتمسك بالديمقراطية كحل وحيد لتونس، تتمسك بالحوار كحل وحيد لتونس، تتمسك بمقولتها التي أعلنتها من اللحظة الأولى أن ما حصل يوم 25 جويلية 21 هو انقلاب على الشرعية وانقلاب على الدستور، وبطبيعة الحال اختارت منهج النضال السلمي، النضال الذي يعبر عن حقه ويتمسك به ولن يتخلى عنه. هذه معناها المسار الذي اتخذته جبهة الخلاص الوطني. طبعا جبهة الخلاص الوطني لديها يعني خارطة طريق تريد أن تذهب فيها، هي دعوة الجميع إلى الحوار، هي كذلك الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المهزلة. اليوم نعرف اللي 17 ديسمبر في دولة عاشت وذاق شعبها الديمقراطية والاختيار الحر لمن يمثله سواء في مجلس نواب الشعب أو في رئاسة الجمهورية، لن يرضى بأن يكون أضحوكة في العالم الديمقراطي وفي العالم بأسره، ويذهب لكي يصبغ مشروعية موهومة على انتخابات فاشلة، انتخابات منذ الاستشارة قاطعها التونسيون. هذا جبهة الخلاص ما قالته وستتمسك بقوله دائما. بخصوص الانتخابات اليوم فما سياسيين وفما مواطنين قال لك بخصوص البرلمان وعودة البرلمان هي باش تصير انتخابات وتو يرجع البرلمان، شنو رأيك؟ هذه ضحوكة أخرى. يعني الحقيقة أنا رأيت أنه من فوضوا أو من كلفوا بقول هذا هم فقط يرددون ذلك، لكن أشخاص تحترم أنفسها، أشخاص تعرف ما معنى شرعية، أشخاص تعرف ما معنى دستور، أكيد لن تبرر بمثل هذه التبريرات ربما نعتبرها سخيفة بين ظفرين. فالانتخابات هذه أولا نظام انتخابي أقره المنقلب لوحده، فيه إخلالات عديدة، لا يحترم حرية الانتخاب والحق في الانتخاب، هو انتخابات يعني عينت بمرسوم، انتخابات تشرف عليها هيئة غير مستقلة منتهية الصلاحية وغير شرعية اليوم تشرف عليها، انتخابات تحت تحكم الإدارة، ونعرف اليوم أن ولاتهم ولات قيس سعيد الإدارات الجهوية في بعض أشخاصها الآن بصدد توجيه الرأي العام نحو المشاركة في هذه الانتخابات، لكن الشعب التونسي قال كلمته في الاستشارة وقاطع هذه الانتخابات، ونحن على يقين أنه سيقاطعها. هذا المجلس لن يكون له أولا لن تكون له صلاحيات، وسيحضر فقط ويحتل الكراسي، ورأينا من خلال الحملة الانتخابية من مستوى الحقيقة وللأسف الضحل الذي لا يمثل التونسيين للأسف. اليوم هذا هو المشهد، مشهد سريالي، نعم المشهد يبعث عن القلق والخوف على تونس، أنه يعني مجلس اليوم خارج الشرعية تماما، ورئيس الانقلاب ماض في تكريسه وماض في تركيزه، فلن يكون إلا علامة أخرى من علامات الفشل.